بعد خروج الزمالك من كاس مصر على يد بيراميدز واقتراب الدراويش من الهبوط بعد تعادله مع طلائع الجيش، صدق اللي قال: لا زمالك ولا دراويش، الاهلي غيره مفيش. عزيزي المشاهد، مشاهدي ومتابعي قناة ملعب أبو الكباتن في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. أتمنى من كل قلبي تدعمونا بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وما تنساش اللايك عشان نوسع نطاق الفيديو. النهاردة الفيديو اللي معايا ده فيديو مهم جدا جدا جدا، هكلمك فيه عن تعادل الاسماعيلي مع طلائع الجيش، وايه اللي حصل بعد المباراه من جماهير الاسماعيلي ضد اللاعبين واحمد حسام ميدو، وهكلمك فيه عن التصريحات اللي هي يعني بمثابه فضيحه كبيره في حق نادي الزمالك على لسان مرتضى منصور ضد كهربا، وهكلمك فيه عن الفضيحه الاعلاميه على ألسنة إعلامي نادي الزمالك بالأمس وماذا قالوا، والخطة اللي بيجهزوها ضد الأهلي بالتآمر مع اتحاد الكورة لعرقلة الأهلي وعدم يعني إيه فرحة أو استكمال فرحة الأهلوية على حساب الزملكاوية. فعايزك كده تهدى الأول وتكمل معايا الفيديو عشان عايز أعرف رأيك بكل صراحة. النهاردة الإسماعيلي عجز عن تحقيق الفوز. الإسماعيلي بلا شخصية وبلا هوية. الإسماعيلي جمهوره انهال شتائم ضد اللاعبين ويطالب أحمد حسام ميدو بتقديم الاستقالة. الإسماعيلي يا جماعة حاليا لا أحد يستطيع إنقاذه غير واحد بس، وأنا مستعد أتحاسب فيها، هو إدارة النادي الأهلي. إزاي؟ هقول لك. من أيام ما الإسماعيلي كان بيستعين موارد النادي الاهلي، فلوس النادي الاهلي، لما كان الاهلي بيشتري لعيبه من الاسماعيلي كان الاسماعيلي خزانته بتنتعش، كان بيشتغل على انه يطلع براعم من الاسماعيلي ويبيع للاهلي ويبيع للزمالك. النهارده الاسماعيلي من يوم ما قطع علاقته مع الاهلي ودخل في صراع، هو ليه الاهلي ما بيجيش الاسماعيلي؟ ودي المقوله الشهيره اللي بنشوفها على السوشيال ميديا. سبب هزيمه الاسماعيلي او تعادل الاسماعيلي اصل الاهلي ما بيروحش الاسماعيليه. فبالتالي النهارده لا احمد حسام ميدو ولا حمزه الجمل ولا حسني عبد رب، مفيش حد هيقدر يعمل اي حاجه، لان الاسماعيلي ببساطه شديده يا جماعه اعلن افلاسه. كل لاعب له عند النادي مبالغ كبيره، حتى اللعيبه اللي الاسماعيلي جابها افارقه النهارده رفعوا على الاسماعيلي قضايا في المحكمه الدوليه، والمحكمه الدوليه النهارده بتطالب الاسماعيلي بسداد المستحقات اللي يعني المفروض يكون اصحابها واخدينها من سنوات يعني فاتت. فبالتالي الاسماعيلي هيهبط. ما تقوليش مرتضى بعت سامسون، ما تقوليش الاهلي هيبعت رامي ربيعه او على خلافه، يعني ما تقوليش. اللي اقدر اقوله لك الاسماعيلي لازم يراجع حساباته ويستعين الاول بالله، ثم يعقد شراكه او توأمه مع النادي الاهلي، ودي مش عيب علشان خاطر الاسماعيلي يرجع زي ما كان. دي الجزء الاول. اروح للتصريحات الخطيره بتاعه المستشار مرتضى منصور بالامس، اللي هي بمثابه فضيحه في حق جماهير الزمالك. الزمالك اللي هو الملكي، اللي هو القطب الثاني في الكره المصريه خلف النادي الاهلي. الزمالك اللي ما ينفعش يكون في كره في مصر من غير الزمالك. النهارده مرتضى منصور طالع يا جماعه يقول الخطيب بيورط كهربا بمشاركته امام سموحه. 1. 2. بيقول سموحه تعمد تفويت المباراه ببيعها عن طريق فرج عامر. بيقول الهاني سليمان هو اللي تعمد يعدي الهدفين، ولو واحد طفل مكانه مش هيعديها. زائد انه بيقول الخطيب عمل سحر لمحمد صلاح عشان كده مستواه قل خالص. مرتضى منصور يا جماعه قال تصريحات مش عايز اقولها احتراما للمشاهد. اخطا في حق الكابتن محمود الخطيب، في حق كهربا. قال لك كهربا واخد منشطات علشان كده نازل عنده كهربا زايده. هو انت فكروا عبد الله جمعه ولا احمد فتحي؟ ده سؤال عايز الزملكاويه يجاوبونا عليه. غير كده اعلامي نادي الزمالك بالامس كابتن خالد الغندور بيقول ان مشاركه كهربا هي توريطه بالاهلي لكهربا علشان يتم ايقافه نهائيا.
يا جماعه انتوا، انا عايز تدينا عقلكم كده بالراحه كده. يعني ايه الاهلي بيورط لاعب اصلا عشان يوقفه نهائيا؟ يعني هو الهدفين بالفعل او الاسيستين والهدف عملوا حرقان وشيطان في بيت عقبه؟ ما اعرفش. ثم امير مرتضى ومرتضى منصور قال لك جهزنا ملف وبعتنا لاتحاد الفيفا بيشكو الاهلي لانه تعمد مشاركه محمود كهربا، وقالوا مستندين بالتصريح اللفظي بتاع وليد العطار اتحاد الكوره ان اتحاد الفيفا ما قالهمش يشارك. فبالتالي دي من وجهه نظري فضيحه، والله العظيم فضيحه يا جماعه. اتحاد الفيفا يا جماعه ارسل خطاب صريح باحقيه مشاركه كهربا مع النادي الاهلي، كان بدايتها المباراه بتاعت سموحه. انت بقى مش دارس قانون رياضي، خليك في القانون السياسي، ما تخلطش ده بده وما تقوليش انا اصغر مؤلف قانون في مصر. لا، الفيفا بالفعل صدم الزمالك وقال له من حق اللاعب يشارك، لان ايقاف اللاعب اقصى حاجه 6 شهور، بعد كده يحق له يلعب، وبعد كده نتقابل زي ما قال محامي كهربا، نتقابل في اغسطس ان شاء الله شهر 8 عليكم خير. فبالتالي اعلام الزمالك طلع بفضيحه كبيره، وفضل يقول لك ان محمود كهربا هيقف ايقاف نهائي والاهلي هيتم عاقبته بحرمانه بمشاركه دوري ابطال افريقيا. يا جماعه خالد الغندور يا كابتن طارق يحيى، انتوا ناس محترمه، ناس كبيره، المفروض تصدروا للجمهور الحاجه اللي تدخل العقل، غير كده ما ينفعش. ثم انك انت النهارده قبل ماتش الاهلي لحد دلوقتي اتحاد الكوره ما اعلنش مين طاقم التحكيم، وبقى على المباراه مفيش يومين، خميس وجمعه والمباراه السبت. فبالتالي ايه اللي بيتم خلف الكواليس؟ ايه اللي بيتم لعرقلة الاهلي؟ يا ترى الطاقم التحكيم اللي هيجي هيكون فيه طرف خارجي جايبه زي تركي الشيخ؟ ما احنا شفنا طاقم التحكيم الاخير طاقم البرتغالي، مدرب الزمالك برتغالي، وكانت انذاراته فزنا بفضل الله 2-0. فيا ترى في طاقم تحكيمي جاي عن طريق تركي الشيخ؟ كل شيء وارد، محدش فينا بيشوفهم بيعملوا ايه. لكن نقدر نقول ان الاهلي باذن الله قادر على ان يكسر جميع الحواجز اللي اتحاد الكوره بمساعده العناصر الزملكاويه داخله لخدمه الزمالك وعدم يعني فوز الاهلي، او تقدر تقول ايقاف فرحه الاهلاويه ونشوه الفوز على حساب الزمالك الفتره الجايه. ده اللي هنشوفه مع بعض باذن الله تعالى. انا مش عايز اتكلم كتير، لكن حبيت الخص لكم العناصر دي واتكلم عن كل حاجه بنبذه مختصره علشان انا متعود ما اطولش عليكم. بشكركم جدا على حسن المتابعه وحسن الاستماع، ان شاء الله مستمرين معاكم في كل حلقه مع الاحداث الرياضيه. كونوا باذن الله تعالى واثقين فينا ثقه ومصداقيه، لاننا باذن الله تعالى يعني عناويننا واقوالنا جوه الفيديو بتتحرى الصدق باذن الله. اشوفكم الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.